ماستر، قابلت واد عجبني جدا تصرفه فعايز اعرفكم عليه حالا. ممكن اصور معاك؟ انا عجبني ان انت ما قدرتش تاخد فلوس ومصمم تبيع ليمون. يا جماعه انت اسمك ايه؟ يقول لي. احمد. انت منين يا احمد؟ اسماعيل. انت عايز تصورني؟ لا والله انا اتبسطت منك لان انا عرضت عليك فلوس. يعني عايز تصور؟ طب اكتب كده. اهو انا بصورك. انت جميل يا احمد. انا عجبني ان انا لما قلت لك خد فلوس وما قدرتش اخد الليمون قلت لي ولا 50 جنيه حتى خدهم، انا عايز 15 جنيه وتشتري مني ليمون. مين اللي علمك بقى تعمل كده؟ نفسيتي. نفسيتك؟ ما باخدش حاجه من حد. انت ما بتاخدش حاجه من حد؟ لا، ما باخدش حاجه من حد. يعني عندك مثلا ابوك او امك، انت ابوك وامك موجودين؟ متوفين في حادثه عربيه. ابوك وامك اتوفوا في حادثه عربيه هما الاثنين؟ وانت عايش مع مين؟ انا ومين بيربيكوا؟ يعني مين عايش معاكم؟ واخواتي. اخواتك قد ايه؟ اصلا يعني انت الكبير كمان؟ يعني انت كبير اخواتك؟ انتوا كام اخ؟ 3 بنت وولد. والولد والبنت دول قد ايه اخواتك؟ الولد والبنت دي البنت عندها 8 والولد عنده 7. وابوك وامك اتوفوا وسابوكوا لوحدكوا؟ مش عايشين مع قرايبكوا طيب، او مع ستك او مع سيدك، مع اي حد؟ عايشين فين؟ عايشين في مركز بدر. فين؟ مركز بدر. مركز بدر. وانت بتشتغل في الليمون؟ طب بص لي، طب وانا بكلمك طيب. انت مكسوف؟ امال ايه مالك؟ طب انت بقى قول لي ايه مشروع الليمون ده؟ احكي لي عملته ازاي؟ عملت انا واخواتي عشان نصرف على نفسي. يعني انت واخواتك اتفقتوا تعبوا ليمون وتبيعوه، والشغلانه دي ماشيه كويس بقى معاك؟ يعني بتبيع مثلا قد ايه ليمون في اليوم كده؟ حلو. 20 دول ب 300 جنيه يعني. يعني تطلع لك كام يا عم؟ انت رجل اعمال بقى يا عم، بقى مش قدك يا عم. طلع لك كام كل يوم كده؟ هطلع لي 55 جنيه. واخواتي كل واحد زي كده. او اخواتك برضو بيبيعوا؟ واخواتك البنت ما بتطلعش. البت ما بتطلعش، تخافوا عليها؟ البنت ما بتطلعش. واخوك ده عنده قد ايه قلت لي؟ 7. 7 سنين وبيطلع يبيع ليمون هو في الموقف؟ وانت عندك كام سنه ما قلتليش؟ 12 كام؟ سنة. برافو عليك والله. قلت لي اسمك ايه؟ أحمد. ما صوتك مش باين يا احمد، علي صوتك يا احمد. أحمد. يا حسب الله. طب انا لو عايز اديك فلوس يا احمد دلوقتي ومش عايز ليمون، ايه الحل؟ ما فيش حاجة. ابدا؟ انت رحت مدرسه يا احمد ولا لا؟ خالص؟ طب نفسك في ايه اعمله لك طيب غير الليمون؟ ما نفسيش في حاجة. انا مذيع، ممكن دلوقتي مثلا اطلعك في التلفزيون، اعمل لك اي حاجه. عايز تروح المدرسه ادخلك مدرسه، شوف انت نفسك في ايه انا مستعد يعني اعمله ازاي لك. تعزنا عن التلفزيون؟ انا مذيع، شغلتي مذيع، ممكن اطلعك في برنامج، ممكن استضيفك في التلفزيون، ممكن اعمل لك مشروع لو عايز. ايه رايك؟ انت قول لي نفسك في ايه وانا هعمله لك. يعني ايه مشروع؟ مشروع يعني مثلا اعمل لك مثلا محل تبيع فيه مثلا ليمون او خضار، اجيب لك بضاعه مثلا انت تبيعها. شوف انت نفسك في ايه انا مستعد اعمله لك. نفسي في حاجة. ما انا مش هديك فلوس، انت قلت لي مش عايز تاخد فلوس من غير ما تبيع حاجه، انا احترمت فيك دي وعشان كده صورتك. لكن انت قول لي بقى اقدر اساعدك ازاي؟ تساعدنيش انا واقف ببيع نفاذ مش حاجة عندنا. يعني انت بتبيع ومش عايز مساعده من حد؟ طب والله يا احمد انت راجل جدع، انا اسمي احمد برضو على اسمك. يا عم بص لي يا عم احمد، معوج عليا ليه بس؟ طب قول لي بس. طب انا لما عاوزك اجيبك ازاي؟ بتقف هنا يا جماعه، احمد بيقف عند ستاربكس ماستر طريق مصر اسكندريه، وعنده ليمون حلو جدا. انا اشتري من، طب الليمون معاك تاني ولا ده كله؟ طب انا ممكن اشتري كل الليمون اللي معاك بكام؟ بس تعمل معايا واجب بقى. ليمون كام كيس ليمون كده؟ 10 دول بكام؟ 10 لما 50 احسن من لا يا عم انا مش عايز خصم يا عم. اشمعنى انت ما رضيتش تاخد مني فلوس وعايزني انا اخد منك خصم؟ ها شفت بقى؟
ادينا يا عم الليمون ده ب 150 زي ما هو، عشان ما تجيش بقى تعايرني تقول لي انا عملت لك خصم ولا حاجه. يلا بينا تسلمني دلوقتي. يلا. وانا كل ما اعدي بقى من هنا من الطريق حاجه اشتري كل الليمون اللي عندك، انا محتاج ليمون قوي الايام كده بقى. عندي برد شويه فبحب كل يوم اضرب مثلا 40 كوبايه عصير ليمون كده، يعني بحب اسخن الصبح يعني. مش عايز تروح مدرسه طيب او تتعلم اي حاجه يا احمد؟ ليه يا حبيبي؟ ليه؟ اخواتك؟ طب ما انت ممكن تروح مدرسه وتخلي بالك من اخواتك برضه. طب انت مش بردان باللبس ده؟ عندك جاكيت شتوي حلو ولا لا؟ طب انا عايز اجيب لك جاكيت، اجيبه لك امتى؟ الراجل قال لي اجيب لك واحد. انا هجيب لك واحد. ما جابلكش؟ يعني واحد هيجيب لك جاكيت بكره؟ لكن ما عندكش تليفون طب اكلمك فيه ولا حاجه؟ طب وايدك دي محروقه من ايه يا احمد؟ مش تخلي بالك؟ العربية يسلى عليه. ايه؟ العربية يسلى عليه. العربيه دست لك عليها؟ طب ازاي؟ ايه اللي حصل؟ من قبل ابوك ما يموت؟ طب وانتوا يا ابني قاعدين مفيش قرايب، مفيش خالك عمك، مفيش اي حاجه؟ ايه؟ ما نكلمهمش. ليه؟ ما يجوش في دفنة ابوه ولا امه. ما جوش في دفنة ابوك ولا امك فخصمتهم؟ ما نروح لهم خلاص. ليه كده؟ من قبل ما يجوا. ولا عم ولا خال ولا اي حاجه خالص؟ ليا بس ولا عم، خالتي بس اللي هي. طب وخالتك ما بتجيش تقعد معاكوا ليه؟ ما بنطلعش برضه، لا ما تعرفش. هي من بدر برضه ولا منين؟ من المركز ده. يا احمد بص لي يا احمد زي ما بس انا. هي قاعدة في اسماعيلية. اه. ولا كلهم في اسماعيلية. طب وانتوا البيت اللي قاعدين فيه في بدر ده بتاع مين بقى؟ متأجرين. مأجرينه؟ بكام؟ متأجرين ب 400 جنيه وبيتنا في اسماعيلية. يعني انت بتدفع ايجار 400 جنيه كمان؟ وبيتنا في اسماعيلية. طب وانت الليمون بيكفي معاك 400 جنيه ايجار واكل وشرب اخواتك وانت؟ الحمد لله. مستوره يعني الحمد لله. طب بتاكلوا ايه؟ مين بيعمل اكل في البيت؟ نجيبوا جبنة ولانش وطعمية وفول وكده. مقضيينها جبنه ولانش وطعميه؟ طب بص يا احمد انا هسيبك دلوقتي، يلا هات لي ليمون بقى عشان انا مستعجل. هات لي الليمون اللي عندك كله. يلا انا هدي لك فلوس. معاك فكه؟ بص استنى، انت معاك 10 ب 150. طيب بص استنى. اهو 200 اهم، يلا امسك. هات لي بقى يا عم الليمون كله حاسبني. ايه مالك؟ طب افك من جوه واجيلك؟ طب استنى عشان يعني انت دول الليمون ده طب انا ممكن ادفع ال 200 كلهم؟ بص ال 150 ليمون و50 اديهم لاختك، قول لها دول هديه عمو جايب لك، هاتي بيها حاجه حلوه. انت بكرة بقى. ما انا هجيبها منين بقى؟ هي تيجي هنا. لا انت اديهم لها، انا مش ضامن اجي بكره. يلا. مش انت كنت بتقول تقف هنا؟ لا يا عم مش انا، ده واحد شبهي. يا عم هو انت امسك كده فك من فوق. ها؟ انا بقى لما احب اوبا ده انت عاملهم يا عم، انت طلعت معاك فلوس كتير اهو. ما خلاص بقى انا هدفع ال 200 وخلاص. انا خدت ال 200 جنيه ليمون، انت زعلان ليه يا عم؟ ده انا ضحكت عليك كمان، ده الليمون غالي في عندنا في اسكندريه. يلا لم لي الليمون. افتح الشنطة. يلا بينا. حاسب. يلا بينا. استنى استنى كده. برافو. حط بقى بص على جنب هنا. يلا انا مسافر يلا. ضحكت عليك بقى صفقة ليمون. بص انا بقى كده ايه، انا كده لميت الليمون اللي في السوق كله وهبيعه غالي بقى. ليه؟ كده ما انا ضحكت عليك، خدت ليمونك كله. جبرت يا عم اهو النهارده كده صح؟ هتجيب بقى ليمون تاني
هتجيب بضاعة تاني ولا هتعمل ايه؟ اقفل. برافو. هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ هتروح ولا هتروح تجيب بضاعة تاني؟ هروح. انت ماشي يمك؟ ايه؟ ماشي يمك. انا ماشي اسكندرية، تيجي معايا؟ كده؟ اه. هي بدري دي فين؟ مركز بدر، بطلع لها من الموت. لا مش على سكتي، بس انت بتعرف تركب مواصلات وكله صح؟ كده يا عم جبرت وهتروح صح؟ الحمد لله. الحمد لله. احمد انا هاجي لك هنا تاني يا احمد، انت كل يوم بتقف؟ طيب انا هاجي لك هنا تاني يا جماعه. احمد استنى بقى يا جماعه، احمد واقف عند ستاربكس ماستر، اللي هو في بنزينه ماستر في مصر اسكندريه، وان شاء الله هنتعاون مع بعض. واحمد كان رافض اي مساعده، وده اللي خلاني يعني عجبني شخصيته جدا، وفوجئت ان هو يعني مسؤول عن اخواته وراجل جدع قوي قوي، وعنده اخ واخت وما بيشغلش اخته، مش راضي يشغلها عشان خايف عليها، لان هي عندها 7 سنين واخوه 8، واخوه عنده 7 سنين وهو 12 سنه، ومسؤول عن عيله ومأجر بيت، وحاجه عظيمه جدا جدا جدا. ابو حميد قول لي كلمه اخيره قبل ما امشي وارجع لك تاني. الحمد لله ونعمه ورضا يا عم. نعمه ورضا. انت مبسوط؟ الحمد لله. طب انا دلوقتي هجيب لك طقم شتوي بقى، بص، جزمه بشراب بطقم حكايه. هاجي لك على فين؟ انا هنا على طول. طب ولو ما لقيتكش في حد هنا عارفك اسيبه عنده؟ عم طارق ده. مين؟ عم طارق. عم طارق ده مين؟ عم طارق انا بقول له يا عم عشان هو ما بيحوش عني المستشار اللي هناك ده. ده عم طارق ده شغال جوه في المحل؟ بس انا ما اعرفوش، انا بقول له يا عم. بس جدع انت تقول الكبير كله يا عم يعني. والمستشار اللي هناك ده بيعمل لك ايه؟ مش عايز ننسى، بس ده قال له هو مش واقف عندك، واقف قدام محلنا. والمستشار ده صاحب البنزينه هناك؟ صاحب البنزينه وصاحب الحته دي. ومش عايزك تقف عنده. وعم طارق هنا بيحميك يعني، عم بتسيبك طارق تقف. هنا قال لي ما تخافش من حد، زي ما انت عايز هنا ما تروحش عنده. جدع والله يا احمد. تعالى طب وريني عم طارق كده، نخش نسلم عليه سوا. يلا. دايما على الشباك هو انت اللي لابس طاقيه ده. لا تعالى وريهولي عشان احنا نشكره، عشان عم طارق ده راجل محترم. تعالى من على الشباك. اه؟ تعالى يلا بينا على الشباك. تعالى. نلف لعم طارق من على الشباك. مش عايزين ندوس على الزرع يا احمد، ما ينفعش. فين عم طارق؟ اهو ده عم طارق. انت عم طارق؟ انا عم طارق. انا عايز اشكرك جدا جدا على اللي بتعمله مع احمد. واحمد انا مذيع في القاهره والناس، وقابلت احمد. واخوك اسمه ايه يا احمد؟ اخويا اللي بيجي معاك اخوك ولا بيقف في الموقف؟ لا في الموت. برافو طارق. انت اسمك طارق؟ اسمي طارق. برافو عليك والله، ما شاء الله عليك، انك يعني بتحميه وبتخليش حد يضايقه. وانا معلش انا هجيب له حاجات كده، فلو ما لقيتوش هستأذنك اسيبها لك مثلا لو ما لقيتوش. مفيش فيها مشكلة؟ هي الشركة هتبقى منعة بس انا هحاول ان انا اخد ابروف من المدير بتاعي يا ريت. وهسيبها. تمام. وانت بياع شاطر وبعت لي حاجات يعني. بص طارق يا جماعه كمان يعني مثال لشاب محترم، واحمد ولد محترم. ربنا يخليك. تسلم يا طارق، ربنا يخليك، وسعيد اني شفتك. ابو حميد عايز تقول حاجه اخيره؟ سلام. عايز تركب الترند بقى، تبقى نجم وفضائيات وطفل الليمون؟ ها؟ لا امال عايز ايه؟ قول لي. مش عايز حاجه تاني. خلاص كده اتفقنا؟ متفقين؟ ماشي. الف شكر يا طارق، ربنا يخليك، تعبتك معايا. يلا تعالى وصلني بقى. والله يا احمد انت راجل جدع وعارف ظبطت لي اليوم، لان انت راجل محترم. بس عايزك تروح مدرسه، مالكش دعوه باي حاجه، وانا هوديك مدرسه. ايه رايك؟ ايه اللي ازاي؟ انت 12 سنه على الاقل، انت ما بتعرفش تقرا وتكتب؟ ما بتعرفش؟ هو ابوك وامك ماتوا امتى؟ من زمان. كام سنه؟ 2 ولا 3. وانت من وانت عندك 9 سنين مسؤول عن اخواتك يا احمد؟ مفيش حاجه.
لا ده ممتاز. ده انا كل يوم باجي اشتري منه مخصوص ليمون. ما بيشحتش، هو قال لي انا ببيع. لا ده محترم جدا. عامل مشاكل ومكسر نصوره وبعت ايميل بيه وهو بيزيد، فانا قلت له هتقعد تبيع ليمون بس. تمام. صح؟ تمام. لا تمام. هو قال لي حتى لو اي حد يجي يقول له خد فلوس يقول له لا. لا والله ده عنده كرامه جدا، ما رضيش ياخد مني ولا مليم. بس يقول لي انا ببيع ليمون بس. صح. تمام. ابو حميد عايز حاجه تاني؟ الله يخليك. انا هجي لك هنا تاني وهنشوف بقى الموضوع، وعايز اروح معاك البيت، تعزمني في البيت عندك؟ بس مش هتعرف توصل. ليه؟ انا هروح معاك بالعربيه، انا هاجي اخدك بالعربيه ونروح سوا. ايه رايك؟ ماشي. وانا بحب الطعميه، عندك طعميه حلوه؟ هنجيب لك احسن حاجه. تجيب لي احسن حاجه، انا بحب الطعميه يا عم، انا ببقى مبسوط بالطعميه. ماشي؟ عايز حاجه تاني؟ الله يخليك. حبيبي ابو حميد، يلا روح بقى النهارده كده جبرت، وانا هعدي عليك تاني بالطقم الشتوي الجديد. ماشي؟ يلا حبيبي، خلي بالك من اخواتك. يلا سلام. مش عايز تشرب حاجه من ده؟ جربت؟ ايه؟ خلاص كده. جبرت يعني كده؟ الحمد لله. طيب ماشي. يلا حبيبي، مع الف سلامه يا احمد. مع السلامه. قول كلمه اخيره. طيب هم اللي بيتفرجوا عليك عايزينك تقول لهم كلمه دلوقتي. اقول لهم انت نشرت على الفيس. ده انت بقيت مشهور قوي دلوقتي على الفيس. ماشي. لا قول كلمه، لازم تقول لهم اقول حاجه. ايه طيب؟ قول اللي انت حاسه دلوقتي. اقول شكرناك يا باشا، الحمد لله لاقي نعمه ورضا مني. وتقول ايه تاني؟ بس مش هقول حاجه تانية. نفسك في ايه؟ بتحلم بايه طيب؟ ما بحلمش بحاجه والله. لا قول لي عايز ايه، اجيب لك عربيه مثلا؟ اجيب لك طياره؟ قول لي عايز ايه؟ مش عايز حاجه تاني. خلاص كده يعني بعت كل ده يا عم عشان بعت الليمون الفظيعه دي؟ يلا صباحك زي الفل يا حبيبي، وربنا معاك يا رب. يلا روح بقى، حاسب العربيه. والله يا جماعه بجد مش عارف اقول ايه، يعني انا حقيقي مش عارف، بحاول اعكسه يعني، بس انا مش مصدق. بجد مش مصدق يعني الظروف فعلا. في حاجات كنا بنشوفها بنقول عليها افلام هندي، اتاري الهند دي ولا حاجه يعني، ما نقلتش حتى الحقيقه ولا الواقع. لما ولد عنده 12 سنه وابوه وامه يموتوا ومن سنتين 3 ويربي اخواته ويأجر بيت ب 400 جنيه ويعملوا مشروع يبيعوا ليمون ويرفضوا الشحاته، وفي كم الرضا والبشاشه دي، يبقى والله العظيم بجد الدنيا بخير، بجد الدنيا بخير. يعني ان شاء الله اللي ربنا يقدرنا كلنا عليه نعمله مع احمد، لان عزة النفس دي حقيقي ما تتشراش بالمال. يعني الولد عليه ضحكه يعني تهز اي حد، مش ممكن الرضا اللي في عينيه، ومش ممكن السعاده والسكينه اللي عنده. 3 ولاد ان صحت القصه، ويعتقد يعني الولد بيتكلم ببراءه اطفال لو القصه صحيحه. ابوه وامه ماتوا وهو عنده 9 سنين 10 سنين، ما دخلش مدارس، معاه اخ واخت هو مسؤول عنهم، ما بيشغلوش اختهم وخايفين عليها، وهو اخوه بيبيع ليمون في الماء، وبيقعدوا يعبوا الليمون بالليل ويبيعوه كل يوم الصبح ويكسبوا منه. بيكسبوا في اليوم 55 جنيه بيشيلوا منها للايجار ويشتروا طعميه وجبنه. طبعا كل المعلومات دي هتاكد منها طبعا اكيد، واشوف لعل وعسى يعني يمكن معلش احنا كاعلاميين عندنا طرق للتحقق من اي معلومات دي مجبرين عليها، يعني ما بنصدقش اي حاجه على طول. بس ان صحت القصه الولد ده يبقى فعلا يستاهل المساعده، ولو القصه وهميه الولد ده يبقى لازم يمثل عشان طالما قدر يسبق القصه. ففي كلتا الحالتين الولد ده حقيقي يستحق المتابعه. وان شاء الله في الزياره القادمه او انا بعدي على ماستر، هو بيقف عند ستاربكس على طول، وان شاء الله يعني هتابعه.
لو حد عايز يبعت له معايا اي حاجه، او لو حد فينا طريق شغله القاهره اسكندريه بيعدي قدامه، هو محتاج هدوم لان هو سقعان جدا، شكله بردان جدا في الجو ده، دي انا ان شاء الله هتكفل بيها. وافكاركم بقى لو قدرنا نعمل له اي حاجه، انا ممكن اطلع يوم بدري كده قبل شغلي، اروح معاه مدينه بدر واشوف عيشته ايه وشغله ايه واشوف بيته واشوف الحاله كلها، وربنا ان شاء الله يقدرنا ونساعده. وصباح الفل، ويا رب يوم سعيد عليكم جميعا.